مساء الجمال والحب عليكم. يلا يا جميلاتي، أنا وعدتكم اليوم راح نتكلم على طريقة إخفاء الحفر وعلى الطريقة الثانية اللي إحنا نخفي فيها التصبغ إذا كان موجود في الوجه، على الجبين، على الخد، في أي مكان، في الدقن. كمان راح أتكلم هو التصبغ زي الكلف، يعني أي لون غامق كيف نتصرف فيه، تمام؟ بشكل مفصل. شوفوا حيكون على قطعة السيليكون. أنا حاولت قد ما أقدر إني إيش أحط التصبغات هنا. طيب بوريكم إياها هنا، حطيت هنا، حطيت هنا عشان يبان معايا بالشرح، تمام؟ وسويت الحفرة هنا عشان أشرحها بطريقة واضحة وكويسة. نتكلم عنه الحفر. اعتبروا هذه حفرة، يجي منظرها زي كذا، حفرة مجوفة، تشوفي إنه كأنه عندك زي التجويف تحت العين. بعض الأحيان يكون فيه هالات، بعض الأحيان ما يكون فيه هالات، منظر ظل. كيف نتصرف معاه؟ إذا كانت الهالات داكنة زي ما ذكرت زي أمس، نستخدم الكوريكتر. تمام يا بنات، هذه فقرة ضرورية، يعني حفرة مع هالة داكنة يعني نوعا ما أو متوسطة، نستخدم المصحح ضروري. طيب، لكن لو مثلا حفرة عادية أو حفرة مع هالة بسيطة راح نستخدم بس المصحح اللي هو الكونسيلر اللي أغمق مننا بدرجتين. تذكروا لما تكلمت في المرة اللي فاتت قلت الكونسيلر اللي درجته حقة التصحيح وورم ساند نصحح فيه البشرات الحنطية، وورم بيج لتصحيح البشرات البيضاء، فاكرين؟ زي ما قلت لكم قطعة السيليكون تعتبر بشرة بيضاء، فأنا راح أصحح بالكونسيلر اللي يعتبر أغمق منها بدرجتين، تمام؟ لكن أنت لو حنطية راح تستخدمي لون وورم ساند ضروري يا بنات. لا تاخذي شيء نفس لون بشرتك على أساس إنه تصحيح وهو مش تصحيح. حجي أسوي تصحيح سواء بس حفرة أو حفرة بهالة بسيطة، تمام؟ راح أستخدم هذه الخطوة. لو فرضا أنا عندي هالة داكنة أستخدم قبلها فقرة المصحح الأورنج، تمام؟ وراح أنتظر دقيقتين وبعدها راح أدمج. الفقرة اللي تعتبر مهمة وتفرق معك في شغلك مليون، خاصة البنات اللي عندهم حفرة، يعني هذا كلامي عنهم، استخدمي كونسيلر تنوير أفتح منك بدرجة إلى درجتين مو أكثر، تمام؟ عشان ما يقلب رمادي. راح أقول لكم التنوير فين نحطه. لما إحنا مثلا ما عندنا حفرة غالبا فين نحط التنوير؟ مو دايما إحنا بنحطه هنا، نحطه هنا ونحطه هناك، لا، هذه المرة راح نحطه بطريقة مختلفة عشان نبرز التجويفة ويبين إنه كأننا عبينا المكان وما صار فيه حفرة. هذا التكنيك هو اللي يفرق للبنات اللي عندهم حفرة. راح أدمج بطريقة الطبطبة زي ما قلت لكم دائما، انتوا تتذكروني دائما أقول لكم نطبطب، تمام؟ وما حطينا المصحح إلا على مكان إيش؟ الحفرة أو الهالة، تمام؟ الزايد أجي فيه كذا. طيب جميلاتي، والفرشة زي ما قلت لكم حقة ريل أو البديل الأرخص من شيء اللي هي هذه، تمام؟ يلا، فين راح نحط اللون الفاتح؟ ما نجي يا بنات نحط هنا ونحط هنا، لا، ممكن عادي نحط هنا، لكن فين نجي المكان الأساسي؟ راح نحطه مكان التجويفة. فين التجويفة؟ هنا، صح؟ بس هنا عشان أنا أبغى أبرزها عشان أستفيد، ما ترجع تبين معايا. لكن أنا أحط هنا وخلاص؟ لا، لازم مكان الحفرة بالضبط أحط التنوير وأنتظر عليه دقيقتين، تمام؟ عرفتوا كيف التكنيك يفرق؟ الحين حأجي وأطبطب فرشة نظيفة أو أنظف فرشتي عشان ما يرجع يضرب لون غامق، وأطبطب. لو اعتمدتوا هذه الحركة يا بنات صدقوني الحفرة حتختفي فعليا، والله العظيم. وأنا دائما أسوي هذه الحركة لأي وحدة عندها حفرة، تختفي تماما وتقول كيف اختفت، وأعلمها على الطريقة، فاعتمدوها لأنها مرة حتفرق. حكمل دمج وأجيكم. شوفوا يا بنات كيف اختفت الحفرة ولا كأنها موجودة، يعني هذا بدون فلتر بدون أي شيء، وعلى قطعة سيليكون. حطوا ببالكم كيف على عين حقيقية. بس هذه هي النتيجة، صدقوني لو جربتوها والله العظيم حتدعوا لي فرق. أهم شيء اعتمدوا التكنيك اللي أنا قلته، إنه التنوير بس نحطه على مكان الحفرة عشان نبرز، ما نحطه تحت، تمام؟ بس على مكان الحفرة وبس. ثبتي باللوس باودر واستخدمي السفنجة المثلثة لأنها يعني التثبيت حقها أقوى، وبس، وادعي لي. تجي الفقرة أنا فيني تصبغ أو كلف. طيب،
أو وحمة نقول يعني هنا أو هنا أو في أي مكان في الوجه، أنا كيف أتصرف؟ زي ما قلت لكم برضو نفس الموضوع الهالات، نفس الفكرة. إذا كان التصبغ داكن راح أستخدم أول فقرة المصحح الأورنج، تمام. إذا كان مرة داكن غامق أو كانت وحمة لونها أورنج، هذا وحمة عفوا لونها أسود، يعني غامق بني غامق، نستخدم الكوريكتر، تمام. هذه كأول فقرة. إذا كانت تصبغات زي كذا خفيفة، لا نكتفي بكونسيلر أغمق مننا بدرجتين، نفس فكرة الهالة، وبعدين كونسيلر نفس لون بشرتنا، ما ننور، لا التنوير بس تحت العين. في بنات يحطوا صح الغامق لكن بعدين تنور، لا ما تنوري في هذه الأماكن نهائيا، تستخدمي كونسيلر نفس لون بشرتك أو فونديشن تغطيته شوية عالية عشان يغطي لك، ولو ما غطى بعد الدمج تحطي نقطتين كونسيلر نفس لون بشرتك وخلاص، وانت اختصري من البداية، خذي نفس لون بشرتك وبس. طيب فيلا حطبق معاكم. نحط على مكان الكلف أو التصبغ اللي هنا، حنتظر عليه دقيقتين، نفس الفكرة يا بنات. وما أجي في بنات يحطوا حالهم يوصلوا هنا وهنا، لا يحطيه بس على مكان التصبغ، تمام. ونفس الطريقة ننتظر عليه دقيقتين وندمج، بعدين نستخدم كونسيلر نفس لون البشرة. أنا حستخدم هذا لأنه هو نفس لون الموديل، تمام. أجي أدمج، تمام، بالطبطبة يا بنات، لأن المسح يشيل كل حاجة ويرجع يبان الكلف أو التصبغ، تمام. شايفين هذه أول مرحلة. خليني أزوم. وأطول بالي وأنا أطبطب يا بنات، تمام. يلا نجي الفقرة الثانية، نحط لون التنوير، مو التنوير عفوا، اللون اللي نفس لون بشرتنا. هاي يا بنات لا نلخبط. طيب أنظف فرشتي من اللون الغامق بالمعقم، طيب، لأن شغلك ينعكس عليه بالنظافة. اللي تحسي بإنه ما يفرق يفرق، ترى شوفي كيف اللون الغامق كله راح، لو أنا دحين دمجته راح يضرب كله لون أورنج. الله يا حبيباتي فرشتنا نظيفة، راح نبدأ ندمج. شايفين كيف صار نفس لون السيليكون؟ شايفين؟ شوفوا كيف الجمال. أنا باكم بس تشوفوا. لا إذا جيتي في النص هنا قللي عملية الدمج كذا، خففي الأطراف عادي، شدي حيلك فيها. ليش؟ عشان ما يروح القوام كله بالفرشة، فهمتوني؟ بس يا جميلاتي شايفين؟ حكمل عملية الدمج عشان أخذ راحتي فيها وأرجع لكم. شوفوا يا بنات النتيجة على قطعة السيليكون، اختفى كل حاجة، شايفين؟ وبس هذه طريقتي بإخفاء تصبغات الكلف، الهالات، الحفر. صدقوني لو جربتوا التكنيك حتنبسطوا منه. يلا أبغى أي واحدة عندها هذه المشكلة تطبقها الآن حالا وتقول لي رأيها، حتقول لي رأيها وهي مبسوطة، أنا واثقة. بس أبغى رأيكم، مرة يهمني، جربوا وقولوا لي.